السلام عليكم. يلا بينا نعمل مع بعض فطاير طرية هتعجبكم جدا. هنعمل منها أحجام صغيرة وهنعمل منها فطيرة كبيرة. الكبيرة هنقدر إن احنا نقدمها على غدا على عشاء. لذيذة جدا وزي ما انتوا شايفين طرية مورقة. تقدري تعمليها بأي حشوة، فراخ، لحمة، لانشون، أي حاجة موجودة عند الجبن. طعمها حلو قوي وجميلة جدا في أي وقت. كمان هنعمل منهم فطاير صغيرة تنفع في اللانش بوكس وتنفع كسناك، واحلى ما فيها بقى مش بس طراوتها، لا هوريها لكم من جوه قد ايه هي هشة كده ومفرغة وطعمها حلو قوي. لو ما تعرفينيش انا اسمي شيماء. ويلا بينا يا ست الكل. اول حاجة هتجيبي الباول بتاعك وهتحطي فيه 4 كوبايات من الدقيق الابيض. هتحطي عليه كده رشة من الملح، كمان معلقتين كبار من اللبن الباودر، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هحط علبة صغيرة من الزبادي بتدي طراوة قوي للعجين. كمان معلقتين كبار من السمنة أو الزبدة الطرية. وهبتدي أقلب المكونات دي كلها كويس جدا مع بعض، سواء بإيدي سواء في عجان. احنا عندنا فيديوز كتير جدا عملناها وعجلنا بإيدينا. بعد ما هتتقلب المكونات دي او اثناء ما بتتقلب هجيب باول صغير واحط فيه كيس من الخميره الفوريه، معلقتين كبار من السكر الابيض، وكمان هحط عليه كوبايه من اللبن الدافي. لازم اللبن بتاعي يكون دافي. هقلب المكونات مع بعض وهسيبها لغايه ما الخميره بتاعتي تشتغل او تبتدي كده تطلع الفقاقيع. بعد كده هبتدي ازود اللبن واحده واحده. زي ما اتفقنا قبل كده ان نوعيه الدقيق بتفرق، لكن في الوصفه بتاعتي هي كانت مظبوطه جدا. 4 من الدقيق على كوبايه من اللبن الدافي مع الزبدية ومعلقتين السمنه. هبتدي اعجن واحده واحده كده لغايه ما هوصل لقوام طري. اهم حاجه عايزه اقولها لكم في اي فطاير بتعملوها هو العجن. كل ما هتعجني كويس وهتديها وقتها في العجن، كل ما هتديكي نتيجه ممتازه وهتكون مرتاحه معاكي وهتديكي نتيجه حلوه. لازم اولا تعجنيها كويس، ثانيا تسيبيها تختمر وترتاح وقت كافي، وبعد كده هتشوفي نتيجه رائعه في اي عجين بتعمليه. هسيبه ياخد وقته في العجن كويس لغاية ما هتبقى العجينة بتاعتي ملساء كده وطرية وما بتلزقش في الايد، وهيكون سهل قوي انك تتعاملي معاها. وده شكلها اول ما طلع، بتلزقش في ايدي، طرية جدا جدا. كل ده وهي لسه ما خمرتش. وتحسوا كده ان هي اول ما تبصوا فيها هتلاقوا فيها زي فقاقيع كده صغيره، ودي معناها ان هي اتعجنت كويس. هديها دهنه من الزيت هي والباول كده وهسيبها ترتاح وتختمر لمده نص ساعه. وده شكلها بعد نص ساعه. زي ما انتم شايفين اختمرت وحجمها تضاعف جدا. معنى كده ان العجينه بتاعتي هتكون ان شاء الله عجينه ناجحه. هطلع على الرخامه بتاعتي وهبتدي ان انا اقسمها نصين. جزء منها هعمل بيه الفطيرة الكبيرة، والجزء التاني هعمل بيه الفطاير الصغيرة عشان كل واحد يعمل الحاجة اللي حاببها. الفكرة دي انا شفتها على التيك توك وعجبتني جدا، وبقول لكم جربوها. انكم بدل ما تقدروا تقعدوا تقطعوها بالقطاعات كور صغيرة وتطلع مش متساوية وتقعدوا توزنوها والكلام ده كله، بأي كاس عندك بالكوباية بتاعته او بالحرف بتاعه بتقطعي، بتطلع الكور بتاعتك قد بعض، وفي نفس الوقت بتطلع كورة على بعضها من غير ما اقعد اكور فيها. الفكرة دي عجبتني جدا وجربتها ولقيتها فعلا ناجحة جدا وحبيت اعملها معاكم. هبتدي افرد الكوره اللي انا خدتها كويس جدا، عايزاها رفيعه، وهجيب قطعة من الزبدة الطرية وهبتدي ان انا ادهن بيها العجين بتاعي بالطريقة دي. هوزعه عليها كده بالتساوي. زي ما انتم شايفين ان الزبدة في درجة حرارة الغرفة طرية قادرة ان انا اتعامل معاها. وبعد كده هبتدي ان انا الفها بالطريقة دي كده رول، وهبتدي اقفلها كويس كده واتك عليها بالطريقة دي وارفعها على قد ما اقدر. بعد كده هلفها بالشكل ده عشان تعمل الشكل اللي انتوا شفتوه. ليكي حرية الاختيار في الشكل اللي انتي حباه. انا حبيت اعمل الشكل ده كتغيير لان احنا عملنا قبل كده مع بعض اشكال عجاين، وكان عندي كذا فيديو على اشكال العجاين. الشكل ده كان ظريف. كمان تقدري تحطي فيه جبنه، تحطي فيه اي حشوه، مش شرط تعمليه ساده، حسب ما انتي حابه. بس في ملحوظه مهمه قوي، لو حابه تحطي فيه اي حشوه خصوصا لو جبن، لازم تقفلي على الاطراف بتاعتك كويس جدا عشان خاطر ما تطلعش منك في الفرن وتسيح وتبوظ لك العجين بتاعك. زي ما انتم شايفين هبتدي ان انا اقفل على الاطراف بتاعتها كويس جدا عشان مفيش اي نوع من الجبنه يطلع منها. تقدري برضو تعملي الشكل ده شكل الهلال كده، زي ما احنا عارفين اشكال كتير. هسيبها بقى تختمر كده مع نفسها
نص ساعة تاني قبل ما ادخلها الفرن. هحط بيضايه، شويه من النسكافيه، وانتوا عارفين ان انا بحب قوي احط النسكافيه عشان بيضيع ريحه وزفاره البيت وبيديني لون حلو قوي. وهدهن بيه الفطاير بتاعتي بعد ما سبتها ارتاحت ربع ساعه تلت ساعه. هدخلها الفرن على الرف اللي في النص درجه حراره 200. ده شكلها بعد 14 او 15 دقيقه. احمرت، استوت جدا، وشكلها من جوه زي ما وريتها لكم في اول الفيديو، مورقه جدا وطريه وحاجه كده طعمها تحفه، خصوصا كمان اللي بالجبنه طلع طعمها حلو قوي قوي. يلا بينا بقى ناخد النص التاني من العجين ونعمل فطيرة كبيرة للي مش حابب يعمل أشكال بقى وتعب ودوشة، يعملها مرة واحدة وخلاص. النص اللي اتبقى معايا قسمته على نصين. هاخد النص الأولاني وهكوره زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي افرده بالنشابة بتاعتي لغاية أرفع سمك. عايزه اقول لكم ان بصوا زي ما انتم شايفين العجين ما بيردش معايا تاني، معنى كده ان هو اختمر كويس وارتاح كويس. لكن لو جيتي تفردي العجين ولقيتيه بيرد معاكي بيرجع تاني، يبقى العجين ما ارتاحش كويس. الصينيه بتاعتي هدهنها بدهنه خفيفه كده من الزيت، وهبتدي ان انا احط عليها طبقه العجين اللي من تحت. هفردها وهظبطها كويس على شكل الصينيه اللي عندي ايا مكان، مستطيل مدور على حسب اللي موجود عندك. بس كل ما هترفعي العجين كل ما هيديكي نتيجة احلى، لان هي لسه هتختمر قبل ما تدخل الفرن وتختمر تاني في الفرن. انا حطيت قطعة من اللانشون الابيض وشوية من الجبنة الموتزاريلا على اساس انها تبقى خفيفة. الحشوة اللي انتي حباها، واحنا قبل كده عملنا مع بعض حشوة للفراخ كانت ظريفة جدا في الجلاش، فممكن برضو تعمليها في الفطيرة دي. وده الجزء التاني هفرده برضو زي ما انتوا شايفين كده بسمك رفيع، وهحطه برضو على الجزء اللي فوق. اهم حاجة هقولها لك تاني، قفلي العجين بتاعك من الاطراف بتاعته كويس جدا، قفلي عليه عشان الحشوة ما تطلعش منه ويلزق منك في الصينية. زي ما انتوا شايفين انا لزقتها كده كويس جدا، وبدأت ان انا اطبعها كويس مع الصينية. هدخلها الفرن؟ لا ابدا، هسيبها 10 دقايق ربع ساعة كده ترتاح وتختمر تاني، وبعد كده هدهنها بخليط البيض والنسكافيه اللي انا بحب دايما اعمله. حابين انتوا هتدهنوها ببيض وحليب زي ما انتوا عايزين، الحاجة اللي بتريحكم. ابتدي بقى ارش كده فوق الوش شويه من السمسم، شويه من حبه البركه اللي موجود عندك عشان تديها شكل وطعم كده حلو. برضو هدخلها الفرن درجه حراره 200، وده شكلها بعد ربع ساعه. انا حبيت اقلبها في صينيه زيها زي الكيك كده عشان يبقى شكلها ظريف على السفره. ببتدي اقطعها مربعات وببتدي ان انا اقدمها زي ما انتم شايفين، ووريتكم في اول الفيديو قد ايه هي مستويه وطريه وهشه من جوه. بجد من احلى الفطاير ومن احلى العجائن اللي تعملوها. جربوها سواء عايزين تعملوها فطيره كبيره سواء عايزين تعملوها فطاير صغيره، في كلتا الاحوال هيبقى حلو جدا جدا وسريع ولذيذ. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ومن فضلك ما تنسيش اللايك والشير. يلا باي باي.